شويه غلطات لازم تاخد بالك منها وانت في فتره الكليه، لو كنت اعرف بيها ايامها كانت هتوفر عليا كتير والله. اول حاجه ما تشيلش هم بكره خالص، ولا هم شغل، ولا هم بعد ما اخلص هتعين فين، هشتغل ايه، سواء دخلت الكليه اللي انت بتحبها او كليه اتفرضت عليك من التنسيق. قضاء وقدر وربنا رايد كده. ما تشيلش هم الموضوع ده، لانك هتعيش اسوأ مراحل حياتك لو حطيت ده في دماغك. لا هتعرف لا تذاكر، ولا هتعرف تشتغل، ولا هتعرف تبذل مجهود لاي حاجه، وهتلاقي نفسك ممكن تسقط وتعيد. كان المفروض ان اشتغل على نفسي اكتر من كده، اخد كورسات اكتر، اطور من اللغه اكتر، مجال التكنولوجيا عموما ادوس فيه، والاي اي اكتر برضه لان هو ده المستقبل، بجانب مجال دراستي. كان المفروض اعمل علاقات اكتر من كده، اعرف ناس اكتر، اكون اجتماعي اكتر. فتره الكليه دي انت هتتعرف على ناس من كل محافظات مصر، في ناس هتبقى وافدين برضه من دول تانية، فحاول تعرف على كل الناس دي وخد كل ارقام الناس دي. استمتع بكل لحظه في حياتك، عيش حياتك جدا. فتره الكليه دي احسن فتره تعدي عليك، سواء مغترب او الجامعه في محافظتك. هتتعامل مع كل الناس، هتعمل كل الذكريات، بلاش تبقى انطوائي، حاول تكون صداقات من كل الناس اللي حواليك. اكتر حاجه لو رجعت كنت هعملها تاني وهعيش الايام دي تاني، وما كنتش اشيل هم بكره ابدا. عايز اقول لك ان الكليه دي هي الستاره بتاعتك، الكفر بتاعك يا باشا. فالفتره دي انت ما بتتسالش على اي حاجه، عيشها عيشها، ما تفكرش، اعمل بس ذكريات، عشان مجرد ما هتخلص الاربع سنين او الخمس سنين بتوعك شكرا، كل ده اتمحى. مستحيل تقدر تتجمع تاني مع دفعتك ومع الناس اللي كنت بتشوفها كل يوم. سنه رابعه هتعدي عليك حاله من الحزن الشديد، والشعور ده هيحسه كل واحد بيسمعني في سنه رابعه. تصور كتير، تصور كتير جدا، اعمل فيديوهات. اهم حاجه سيبك من الصور دي دلوقتي، اعمل فيديوهات كتيره جدا لكل حاجه، لكل لحظه، وانتوا في السكن، وانتوا في الكليه، وانتوا ماشيين مع بعض، وانتوا قاعدين على الكافيه بالليل، وانتوا بتشربوا عصير في اي مكان، وانتوا خارجين. بص خلي داتا، فيديوهات، فلاشه كده تبقى موجود فيها الكلام ده، عشان لو حصل حاجه لا قدر الله للتليفون اعمل منها نسخه لكذا مكان. حاول تحوش، غلطه كبيره وقعت فيها والله، حاول تحوش وتستثمر. المهم يبقى فيه فلوس، تبقى خارج من الفتره دي وانت مكفر نفسك لاي حاجه، عشان ما تتزنقش، علشان هتفيدك جدا. وهتفهم كلامي ده كويس بعد ما تتخرج. هتعرف تتحرك، في فلوس في ايدك تعرف تتحرك بيها. عايز تخطب تعرف تخطب، هتحركك لاي مكان، في وظيفه تقدر تسافر في اي وقت. غلطه وقعت فيها جدا ان كنت بصرف، كنت شايل هم ان انا بعد ما اتخرج ايه اللي هيحصل. كليه هي اللي شايل عنك اذى الدنيا حاليا، الفتره دي مش هتتعاد تاني، عيشها بالطول وبالعرض. ما تزعلش ابدا ولا تشيل في دماغك اي حاجه، سواء كليه جت اللي انت نفسك فيها او ما جاتش، مش مشكله، خلاص اللي حصل حصل. عيش حياتك، مش هتتعاد تاني ابدا. اعمل صحاب على قد ما تقدر، هو ده اللي هيدوم بعد الكليه. واكتر ناس هتبقى على تواصل معاها بعد الكليه هي الناس اللي هتتعرف عليها في الوقت ده. مش قادر والله اسيب السلسله بتاعتكم دي، وعايز ابقى معاكم خطوه بخطوه علشان ما تتوهش وتروح منك وتعدي الفتره دي من غير ما تعيشها بجد. بحبكم في الله. اي سؤال عندك خش ابعت لي على الانستا، برد على كل الناس، ولو يستدعي هعمل لك فيديو مخصوص على السؤال بتاعك. اشوفكم فيديو جديد وفي اعلى المناصب دايما باذن الله، وفتره دراسيه سعيده عليكم. ما تنساش الفولو والكومنت والشير. عيش حياتك، ها، ما تركزش في اي حاجه تاني خالص، سيب على الله. ربنا معاكم.